الكبير كبير يا زمالك. المفروض العنوان بتاع ماتش النهارده يبقى بخماسيه: الزمالك قبل الهديه، هديه الاهلي انه تعادل امبارح وبيراميدز انه خسر النهارده. بس لان الزمالك اللي بيعمله ده مش عادي، فانت ما تقدرش تلاقي سبب غير ان الزمالك بيكسب عشان هو كبير، عشان هو عنده شخصيه البطل، عشان وراه جمهور عظيم. لان في المعطيات اللي موجوده ان فرقه عندها ايقاف قيد يسد عين الشمس، ما فيهاش فلوس بتبيع لاعيبتها الاساسيين عشان تصرف على بقيه الفرقه التانيه، نص الفرقه ناشئين، 3 مدربين بيتغيروا من اول السنه، فدي مش ظروف طبيعيه الزمالك يقدر يكون بيها دلوقتي تاني الدوري ومتفوق على الاهلي وبيراميدز اللي هم اعلى منه في الامكانيات واقوى هجوم في الدوري. دي حاجه ما تتعقلش، حاجه مش طبيعيه. فاللي الزمالك بيعمله دلوقتي هو اعجاز. وعلى فكره، اللي الزمالك بيعمله دلوقتي مش ضمانه لاي حاجه مع نهايه الموسم، لان الموسم لسه طويل. وورقه وقلم الزمالك ما يمتلكش من الامكانيات الفنيه ولا الماديه اللي تعرف تنافس الاهلي وبيراميدز. ولكن حتى الان الزمالك بيثبت ان الفريق الكبير تتوقع منه اي حاجه، الفريق اللي عنده شخصيه البطل تتوقع منه اي حاجه. عشان كده كل لعيبه الزمالك وجهازه الفني بجد يستحقوا التحيه، لان هم في اصعب الظروف عارفين يعملوا نتائج زي دي. اخيرا، وبمناسبه الكلام على اللعيبه، محمد صبحي، عايزك يا صبحي تغير غيره ايجابيه من مصطفى شوبير اللي بيتمنى ياخد خمس الفرصه اللي انت واخدها كحارس اساسي لنادي كبير زي الزمالك. وبالرغم من ده لما بياخد اي همسه ولا خمس فرصه بيكسر الدنيا. انت بقى الحارس الاساسي في سنك ده، ودي فرصه ما بيجيش غير كل 10 سنين، مش قادر تطلع على المستوى اللي كل الناس كانت متوقعه منك. فحقك على نفسك قبل اي شيء ان انت تمسك في الفرصه دي بايدك واسنانك وتستغلها، لان هي ما بتجيش في العمر كتير.